عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والتفاؤل وراحه البال. داخله علينا كده على طول بالبصل. ام البنات دي هديه جايباها في ايديكي ولا ايه ام البنات؟ بصل كتير، يبقى هنعمل ايه؟ فطار متين. يعني اول ما تشوفي البصل اللي كده يعني يبقى هي اعرفها على طول ان احنا هنعمل فطار مية مية. يعني بحضر حاجات طبعا عشان تاني يوم بإذن الله إن شاء الله. يعني حبايبنا نورونا، ربنا كده يديم يا رب حبايبنا حوالينا ومتجمعين في الفرح يا رب. طبعا طالما ما هنعمل فطار حلو كده وحبايبنا معانا، يبقى لازم نجهز العزومة بتاعتنا من بالليل عشان يبقى تاني يوم يعني ايه ما يبقاش فيه حاجات كتير هتعمليها، يبقى انت مظبطة حالك ان هتسوي الاكل. في حاجات بسيطة مثلا هتضيفيها. بحب لما يكون في عزومة وكده اعمل الاكل من بالليل اجهزه بحيث ان تاني يوم على التسوية بس. قطعت بقى كده شوية بصل حلوين كده مية مية يعني. طالما ما بصل حلو يبقى هنعمل النهاردة فطارنا ايه؟ يلا الشاطرة تكتب لي في الكومنتات وما تجريش الفيديو. جبت الكبة بتاعتنا بقى اللي احنا النهاردة مش هنرحمها معانا، يعني كتر خيرها. هنفرم بقى شوية بصل حلوين كده عشان الأكلة بتاعتنا يعني محتاجة ايه؟ بصل حلوين. خلاص اتعرفت الاكله بتاعتنا ايه بقى؟ كرنب. انا كنت بقى سلقه الكرنب ومقطعاه زي ما شايفين كده وايه ومظبطاه كده في الصينيه عشان اعمل الصلصه بقى. اجهز الصلصه. هنا بقى الحله فيها سمنه على زيت، والبصل بتاعنا بقى اللي فرمناه شويه بصل حلوين. المحشي بيحب البصل، كل ما تكتر المحشي بصل يبقى طعمه مسكر وزي العسل. تحت المحشي تبقى جايبه لاخر الشارع. وادي البصله بتاعتنا دخلت بقى في اللون البني كده، ابتدت تدبل. انا بحب لما اعمل البصله بتاعت المحشي تبقى لونها غامق شويه، ولا تتحرق ولا مثلا تديني البصله اللي هي بتاعت الرز الصياديه، لا تبقى يعني تدبل كده ولونها تدخل في اللون الذهبي او الاصفر كده عشان يبقى الصلصه كده غامقه وحلوه. هنا بقى ادتني اللون اللي انا محتاجاه في البصله، ونزلت بالصلصه طبعا اللي احنا ايه كنا مفرزينها قبل رمضان. خدت كده كيسين منهم. هناخد كيسين كده هننزل على البصله. طبعا الصلصه معايا متلجه، هعمل ايه عشان البصله ما تنشفش معايا؟ خدت كوبايه ميه كده عشان ايه لحد ما الصلصه يعني تفك معايا. الصلصه بقى على نار هاديه. وهنا بقى هناخد شويه بصل حلوين كده في الكبه والتوابل بتاعتنا. يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنعمل تتبيله جامده. يبقى هنعمل تتبيله ايه؟ هنعمل النهارده تتبيله الفراخ المشويه. شويه فراخ مشويه يعني بصوا في القلب يا قلب اختك. خدت شويه بصل حلوين عشان كميه الفراخ اللي معايا حلوه، واخدت كمان معلقه حلوه كده كبيره من خلطه المشويات بجيبها من ماي واي تحفه. ومعايا كمان مكعب ونص مرقه دجاج، بس لازم تكون فراخ عشان طبعا احنا بنتبل الفراخ. هاخد كده مكعب ونص تمام كده عشان ما تبقاش حادقه يعني. ومعايا ايه بقى؟ اي توابل عندك، اي توابل عندك في البيت اديه معايا بقى. فلفل اسود كله معلقه صغيره يعني، نص كمان معلقه صغيره. معايا بقى ورق لورا حبهان، بس ايه مش هضيفه في الكبه يعني في الطبق زي ما شفتوا كده عشان انا مش عايزه اطحنهم يعني في الكبه، في طبق وحديهم تمام كده. معايا بقى كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه كده معلقه حلوه كده صغيره مليانه. الكزبره الناشفه في المشويات بتدي ريحه حلوه جدا. نص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره بصل بودر، توم بودر، كله نص معلقه صغيره ما عدا الكزبره الناشفه اللي هي معلقه صغيره بس مليانه بقى كزبره ناشفه عشان الكزبره الناشفه في المشويات بتدي ريحه حلوه. معايا كمان نص معلقه صغيره كاري برضو بيدي ريحه حلوه في الاكل. الملح بقى بتاعك خلي بالك عشان انت برضو ضايفه مرقه دجاج عشان ما تبقاش الحاجه ايه حادقه. بالنسبه للتوابل اي توابل عندك ضيفي. حاجات بقى موجوده عندك من اللي انا ضفتها، حاجات مش موجوده ضيفي. اي توابل عندك ضيفي بس ما تكتريش التوابل قوي عشان ما تضيعيش طعم الفراخ. يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها بتضيع الطعم في حته تانية خالص. معايا طماطمتين حلوين كده صغيرين. معايا فلفل اخضر يعني فلفلتين على حسب كميه الفراخ طبعا الموجوده معاكي. فيهم كمان معلقه كبيره خل. كمان عايزه تعصري ليمون براحتك، بس انا ما بحبش بصراحه اضيف ليمون، انا بحب اضيف خل. معايا معلقه كبيره كده مليانه مستردة. المستردة بتديها تكايه ريحه وطعم تحفه زي بتاعه اللي بره بالظبط، اللي تشتريها من محلات بالظبط. بتديها طعم وريحه بتفرق بصراحه كانك بتشتري الفراخ من محلات بره. معلقه كبيره مستردة ضيفيها بتفرق بصراحه، بتديها تكايه حلوه. لمي الجميل ده وشغلي الكبه بتاعتك ويا سيدي على الريحه تحفه من قبل ما الفراخ تستوي. الفراخ طبعا انا عامله لها محلول ملح وليمون وخل وسايباها بقى تتنقع، وغسلتها مره واتنين وتلاته لحد ما الفرخه بتاعتي بقت فله شمعه منوره.
تمسكي بقى الفرخه، عايزه تقطعيها زي ما انا عامله، عايزه الفرخه سليمه زي ما انت حابه، وبين الجلد كده واللحم، واحشي بقى من التتبيله، ويا سيدي على الطعم والريحه، يا سيدي اكتر كمان لما تتبليها زي ام البنات كده من بالليل، وتاني يوم بقى تسويها، يا سيدي على الطعم والتكات والحركات، حاجه كده في القلب في القلب. جربيها كده، تبليها من بالليل لحد تاني يوم، تبقى شاربه كده من التتبيله، وتبقى لحمها طري وطعمه تحفه ومسكر وزي العسل. انا بحشي بقى ايه الخلطه كده بين الجلد واللحم، ومن يعني من فوق كده الفراخ طعمها تحفه. وهنغلفها بقى بعد ما ايه تبلت الكميه كلها اللي معايا، هغلفها بورق الفويل، وهدخلها بقى ايه التلاجة عشان تبات. بينا الفراخ ودخلناها في التلاجة، هنمسك الصلصه، احنا نسيناها ولا ايه؟ لا طبعا، ام البنات ما سرحتش معاها برضو يعني. الصلصه بتاعتنا خلاص كده اتسبكت وبقت زي العسل. ضفت لها بقى ايه الصلصه اللي هي الجاهزه يعني العلب، وعليها بقى ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه. شايفين الكزبره الناشفه؟ طبعا المحشي بيحب الكزبره الناشفه. عايزه تضيفي رشه كمون بسيطه براحتك، عايزه تضيفي شطه زي ما انت حابه. ضفتي كمان شويه توم مهروسين كده، يعني 4 5 فصوص كده توم مهروسين. رشه بقى قرفه، رشه بسيطه يعني، مش هقول لك نص معلقه صغيره، لا رشه بسيطه جدا جدا جدا. والملح بتاعك. عايزه تضيفي مرقه دجاج براحتك. اللي بيبقى الكلام الجميل التوم بقى مع رشه القرفه، يا سيدي يا سيدي على الجمال. رشه القرفه اللي هتضيفيها تخليك المحشي في حته تانية خالص، طعم وريحه ما اقولكيش. يبقى الرز غسلته، وقطعنا بقى الخضره بتاعتنا، كزبره، شبت، بقدونس، وهنتبلها بقى ملح وفلفل اسود، كزبره ناشفه، وقلبي قلبي الكلام الجميل. شايفين بقى الخضره؟ اهم حاجه تكتري الخضره في المحشي، عشان الخضره هي اللي هتخلي لك المحشي بتاعك بقى ريحته كده تفيح كده وحلو. وقطعي بصل كتير كده في الصلصه، عشان يعني كل ما بتخلي الحاجه حلوه كده في المحشي، كل ما ريحه المحشي تفحفح ويبقى طعمه مسكر وزي العسل. بقى هضيف كده رشه زيت كده عشان الرز بتاعي يبقى مفلفل كده وجميل. اللي بيبقى الخلطه الجميله، والرز بقى يا سيدي على الجمال، ريحته كانت يعني مفحفحه من قبل ما المحشي يستوي، ريحته جميله وطعمه بألف هنا وشفا. هنجيب بقى المحشي بتاعنا كده، الورقه طبعا انا سلقاه بس عملته مع نفسي بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهنبتدي كده ايه نسمي الله كده، وبقى ونلف الحله بتاعتنا بألف هنا وشفا. كانوا شويه محشي في القلب قلب اختك، ريحه وطعم ما اقولكيش، حاجه كده بتاعت الزمن الجميل. والله مش عشان انا عاملاه يعني بشكر في نفسي، بس فعلا كان طعم وريحه تحفه بألف هنا وشفا. هروح بقى الفها مع نفسي، ونروح نشوف ورانا ايه تاني هنعمله. خلصنا بقى حله المحشي، هنعمل ايه بقى؟ يعني لحمه مفرومه، يبقى ايه على طول هنعصق شويه يعني لحمه مفرومه، عشان هنعمل ايه؟ جلاش ولا هنعمل مكرونه بشاميل؟ يلا اكتبي لي في الكومنتات، ما تجريش الفيديو. طب والحله الصغننه الاموره اللي هناك دي بتعمل ايه؟ طبعا ايدينا في العصاج، يعني نقف كده جنبيه. لا طبعا جهز الشربات عشان خاطر تاني يوم ان شاء الله باذن الله، عشان نعمل الحلو يبقى الشربات بتاعنا جاهز وساقع ومية مية. الشربات طبعا كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمونه. واول ما تلاقي الشربات بتاعك ابتدى كده يغلي، ضيفي عليهم فانيليا. الفانيليا بتخلي ريحه الشربات حلوه كده، وريحتها بتفوح وزي العسل. شربات على النار. وهنا هنعمل بقى ايه؟ هنعصج اللحمه. انا بحب يعني لما اعصج اللحمه انزل بالبصل الاول، يعني اشوح البصله بعد كده اللحمه، كل واحد على حسب ما تعود، وكل واحد على حسب ما بيحب. بنت شويه بصل حلوين كده، ونزلت عليهم على السمنه، وعليهم بقى ورق لورا حبهان، وهنشوحهم كده لحد ما البصل يدبل. انا مش عايزه البصل يتحمر او يصفر، لا يدبل. وبعد كده هننزل باللحمه المفرومه اللي معانا، وهنعصج اللحمه بتاعتنا. انا مش عايزه زي ما قلت لك البصل تحمر، لا يا دوبك بس تشم ريحه ايه السخونيه كده وريحه السمنه. وهنشوح بقى اللحمه بتاعتنا كده، نفردها كده، وشويه بقى عصاج يا سيدي على الحلاوه. انا بحب اجهز حاجتي من بالليل عشان تاني يوم يبقى على التسويه، ما يبقاش ايه زنقه نفسي واقوم بقى الف حوالين نفسي وابقى مزنوقه، لا يبقى كل حاجتي باذن الله مرتبه. هنا بقى هننزل برشه قرفه، رشه جنزبيل، فلفل اسود. لو انت هتعملي العصاج ده للجلاش، انا هتعملي جلاش حادق، هتخلي اللحمه المفرومه زي ما هي كده. لو انت هتعملي العصاج ده للمكرونه البشاميل، ضيفي لها صلصه، تبقى كزبره ناشفه وملح. اظبطي ملحك عشان ما تبقاش الحاجه حادقه. النهارده هعمل العصاج ده للمكرونه البشاميل، هضيف لها صلصه. يعني انا من الناس اللي بحب المكرونه بشاميل العصاج بتاعها يبقى فيه صلصه. اهي الصلصه ليه كور، عشان دي مطلعاها من الفريزر. طبعا عشان جامده هروح اضيف لها ايه كوبايه ميه كده عشان يفك معايا الصلصه، عشان دي صلصه خام.
لكن لو انا هعمل العصاج ده للجلاش ما بضيفش صلصه. العصاج بتاعنا بقى خلص والشربات وخلصنا كرنب والفراخ خلصناها. هنروح بقى ننام ونرجع تاني يوم نكمل يومنا مع بعض. يلا دي تاني يوم، صباحكم لبن حليب، صباحكم نادي بذكر الله. اول ما قمت اتوضيت وصليت الفرض اللي عليا وقريت الورد بتاعي القرآن. وبعد كده دخلت المطبخ. طبعا انا مبيتاه من بالليل فله شمعه منوره، المطبخ زي الفل ومفيش اي مواعين. دخلت على طول سلقت المكرونه وبعمل البشاميل. بقى كنت طلعت صينيه الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض بالليل ودخلتها الفرن عشان تستوي، والمكرونه على النار وبعمل البشاميل. هنا بقى بقشر كده بطاطس واجن دي انا رصاها كده في وشي عشان انا هعمل فيهم الاكل، ويعني مخليهم في وشي عشان ابتدي بقى اجهز فيهم الاكل. الحاجات اللي هي هتاخد غلبه معايا زي ما شفتوا جهزناها من بالليل. يعني الفراخ زي ما شفتوا كده دخلتها خلاص تستوي. المكرونه البشاميل اللي عملت العصاج طبعا من بالليل زي ما شفتوا. سلقت المكرونه والبشاميل وهطبق صينيه البشاميل وكده خلاص. والحاجات البسيطه اللي هنعملها. وادي هنا بقطع البطاطس. يبقى هنعمل ايه معانا؟ هنعمل شويه كده طواجن بطاطس. يعني بص حكايه. قطعنا البطاطس كانت خلاص البشاميل جهز معانا. وهنا بقى هطبق صينيه البشاميل عشان اول ما الفراخ تستوي هدخل وراها ايه صينيه البشاميل. انا بفرش في الصينيه صينيه البشاميل يعني معلقتين كده من البشاميل عليهم معلقتين سمنه. والمكرونه بتاعتي بعد ما سلقتها بنزل عليها بشويه بشاميل وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسود ومعلقه سمنه. واديها تقليبه. عندي كمان جبنه موزاريلا يا سيدي، اي جبن حلو. اقلبها تقليبه حلوه وباخد نص كميه المكرونه بفردها من تحت في الصينيه وعليها بقى اللحمه المفرومه اللي هي المعصجه. يعني العصاج طبعا طلعته من التلاجة وسخنته وفردته زي ما شفتوا كده على المكرونه. نزلت على العصاج كده بشويه بشاميل عشان لما تيجي تقطع المكرونه يبقى سايحه كده وجوسي. وادي بقى بقيت كميه المكرونه فردتها على اللحمه المفرومه وعليها بقى البشاميل من فوق. بحب اكتر البشاميل في كل طبقه عشان لما اجي اقطعها تبقى جوسي كده وغرقانه كده بالبشاميل. وادي البشاميل بتاعنا جاهز. وهنا على وشها بحب ادهنها بالسمنه، سمنه بلدي، سمنه اي سمنه عندك كده. بحب ارش لها كده على الوش سمنه. عايزه جبن بقى براحتك زي ما انت حابه. ادي بقى صينيه البشاميل اللي خلصت. الفراخ اول ما هتستوي اطلعها وادخل على طول وراها البشاميل. انت مجهزه حاجتك من قبلها ومرتبه حاجتك ان شاء الله هتلاقي نفسك منظمه وما تلاقيش راسك لفت. بس هي ايه لازم يعني ساعه المغرب هتلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك. ده لازم حتى لو انت مجهزه حاجتك خلي بالك. بس برضه يبقى كل حاجتنا منظمه. حتى لو مثلا ان ايه على الغرف او على تظبيط السفره دي سهله. لكن اهم حاجه تبقى ضيوفك يجوا يلاقي الاكل مستوي وكل حاجه مستويه. طبعا المكرونه خلصت والفراخ بتاعتي في الفرن. هقف جنبيهم؟ لا طبعا. نعمل ايه؟ نشطب المواعين اللي عندنا يعني في الحوض عشان ما يتلاقيش مع الحوض مكركب، المطبخ مكركب وتلاقي يعني راسك لفت بقى واتخنقتي وتعبتي. خلصي حاجتك عشان تلاقي ايه المطبخ فله كده. اول باول خلصي مواعينك عشان ما تلاقيش نفسك ايه الدنيا اتكركبت حواليكي. هنشطب مواعيننا اول باول عشان نخلي ايه مطبخنا كده فله شمعه منوره ما يبقاش مكركب وتحسي نفسيتك يعني مخنوقه انت واقفه. هما ما فيهمش حاجه مكان ايه البشاميل يعني والمكرونه وكده. وفي ثانيه في منت كده هتلاقي المواعين والحوض فله كده شمعه منوره في ثانيه الا ثانيه. خلصنا مواعيننا والمكرونه بتاعتنا خلاص هندخلها الفرن والفراخ خلاص قربت تطلع. طبعا خلصنا موعدنا هنقف كده؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ هنعمل الحلو بتاعنا. خلصنا الحادق هنخش في الحلو بتاعنا. هنجهز بقى الحلو بتاعنا. معايا كوبايتين لبن على النار عليهم معلقتين كبار كاستر تمام كده. عليهم بقى ايه 3 معالق سكر، معلقتين سكر على حسب ايه انتوا بتحبوا الحاجه مسكره او لا. احنا عاملين الشربات من بالليل تمام كده، مجهزيه من بالليل عشان يبقى بارد معايا وجاهز. ونزلت بالسكر وبالمضرب بقى وقلبي. انا عايزه ان الكاستر تقيل، مش عايزاه خفيف كانك هتاكليه زي الجيلي وكده. لا انا عايزاه قوامه تقيل عشان خاطر انا هحشيه. الحله اللي هناك دي فيها فراخ عشان يعني والدي هينورنا يعني اهل هييجوا ربنا يديمهم نعمه في حياتي يا رب. والدي ما بيحبش يعني الفراخ المتبله يعني بتتعبه كده. سلقت له فراخ تمام كده. طبعا الفراخ غسلتها كويس وسلقتها بقى في ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، بصل طبعا، وسايباها تتسلق على نار هاديه. هنا بقى هنعمل كده طواجن بطاطس. مش هعمل البطاطس كده يعني في صينيه، حبيت اعملها في طواجن. قطعت بصل حلقات وطماطم وفلفل ورصتهم كده وهنزل عليهم بملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه. اعملهم في طاجنين كده، مش هكتر ومش هعمل صينيه، حلوين كده في الطاجنين. وادي الملح، ما تكتريش الملح برضو عشان خاطر ايه ما تبقاش الحاجه حادقه معاكي.
ومعلقه سمنه كده كمان على الوش، يا سيدي على الجمال. حاجه كده حلوه كده وخفيفه حلوه كمان. فكره الطواجن البطاطس كده في العزومه كده بتبقى كده في نص يعني السفره، بتبقى شكلها حلو. انا بقى ضربت عصير طماطم ونزلت عليه بعصير الطماطم، وهغطيهم بقى بورق الفويل وهدخلهم بقى الفرن. بس يكون ايه، يعني ما يكونش على الشبكه، هدخلهم في صاج عشان الطواجن الفخار ما ينفعش منها على طول للشبكه، لازم في صاج. وهدخلهم بقى الفرن يستوي على نار هاديه، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. والله كانوا شويه طواجن بطاطس يا سيدي على الجمال، ولا ريحتهم ولا طعمهم، بالف هنا وشفا. يلا بينا نعمل الحلو بتاعنا. بصوا بقى طريقه الحلو دي بصراحه بتنجزني كتير قوي قوي قوي، وحلوه جدا جدا في العزومات. بصراحه طريقه الحلو دي سريعه جدا، بالنسبه يعني لما تكون عامله عزومه بتنجزك، وطعمها حلو وشكلها حلو وجميله جدا. تجيبي لفه الجلاش زي ما انتوا شفتوا كده، وبالسكينه بقى تقطعيها 3 حتت 4 حتت بالمقاس، تمام كده. وهتجيبي واحده واحده كده تفرديها زي ما شفتي كده، وتيجي تمسكيها كده تطبقيها زي ما انت شايفه كده، مثلث او حجاب، زي ما انت شايفه كده. ولا بقى تدهني بين ورقه سمنه ولا اي حاجه، تتنيها كده وبتيجي تقطعيها كده بالسكينه، وادي خلصت. وسريعه وسهله وبتنجز بصراحه لما يكون في عزومه ومستعجله، وشكلها بيبقى جميله وظريفه وبتبقى زي العسل. وادي بقى خلصنا الكميه اللي معانا. وتجيبي بقى كوبايه سمنه سايحه كده وترشيها كده على وشها، تكتري كده السمنه عليها عشان ايه، تبقى يعني مورقه زي ما شفتوا كده. كترنا السمنه فيها عشان تبقى مورقه، تمسكي الواحده تبقى مورقه. دخلها بقى الفرن تستوي. وادي الحلو بتاعنا السهل البسيط خلص. هنا بقى كانت الفراخ خلاص طلعناها من الفرن اهي، ودخلنا مكانها الجلاش، ودخلنا المكرونه البشاميل. بقى هنعمل ايه، شويه شوربه لسان عصفور كده، لازم ايه لزوم الاكل بتاعنا النهارده. وكمان عملت شويه ملوخيه خضراء، بس كنت مستعجله بصراحه، عملتهم في الاخر يعني. اعمل شويه لسان عصفور. اول حاجه كده عندي كبد وقوانص، نزلت بالقوانص طبعا، غسله الكبد والقوانص كويس. قطعت القوانص والكبد، نزلت على السمنه بالقوانص، شوحت القوانص. بعد كده دلوقتي نزلت بالكبد، وهنقلب بقى القوانص والكبد كويس عشان تنزل ميتهم طبعا. وادي الكبد والقوانص بتاعتنا تشوحهم. هننزل بقى باللسان العصفور، هنشوحه كده لحد ما لونه يبقى ذهبي وحلو. بتبقى حلوه جدا لسان العصفور بالكبد والقوانص، جميله. هنشوح بقى، هنكتر شويه كده من لسان العصفور عشان يبقى يعني كله يشرب كده. وحلوه بصراحه يعني، طبق الشوربه كده يبقى جنب الاكل حلو جدا ومفيد. الجلاش بقى شكله بعد ما طلعناه من الفرن، هو فيه كام واحده اتلسع عشان الشوايه كانت عاليه، بس ما فيش اي اشكال، ما اتحرقوش يعني، هننقذهم. اتلسعوا يعني حاجات بسيطه. والشربات بتاعنا طبعا ساقع من قبليه بيوم عاملينه. والجلاش بتاعنا طلعناه من الفرن سخن، وهنسقيه بقى بالشربات ونغطيه كده ونسيبه على جنب. وادي الحلو بتاعنا خلص. ده بقى لسان العصفور بتاعنا هنشوحه كده زي ما شايفين، انا عايزه يبقى لونه ذهبي. اول ما تلاقوا لونه ذهبي هنزل عليه بايه بقى، بطماطميه كبيره كده مبشوره، ونص مكعب مرق الدجاج. السكر بسيطه. طب ليه طماطميه مبشوره؟ الطماطميه المبشوره في شوربه لسان العصفور بتديها طعم حلو جدا وتسكيره جميله جدا، وبتبقى لونها احمر كده وجميل. شوحها كده كويس. وبعد كده هننزل عليها بكوبايه ميه او كوبايتين ميه. طب فين الشوربه؟ انا ما بحبش لما اضيف يعني اعمل لسان العصفور اضيف له شوربه في الاول، لا بحب اضيف كوبايتين ميه كده، يبقى لسان العصفور نص سلقه وبعد كده اضيف الشوربه. بحب يعني الطريقه دي، بحس كده لما اضيف الشوربه في الاخر الشوربه بيبقى لها طعم، ما تبقاش غلت كتير. قطعت كده بطاطسيه صغننه مكعبات، وعليها شويه جزر كده مكعبات صغننه، وسايباهم بقى على نار هاديه كده يستوي. ادي الفراخ بتاعتنا خلاص طلعناها من الفرن. عايزين بقى ندخلها تحت الشوايه، هنعمل لها لون حلو كده. هندهنها بقى بالصلصه، عليها ملح فلفل اسود كزبره ناشفه. وهندهن بقى الفراخ بتاعتنا كده وشها، وندخلها بقى الشوايه، وشويه فراخ يا سيدي على الجمال. ادهنيها بقى كده وشها بالصلصه كده، عليها بقى ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه ورشه زيت، ودخليها بقى على الشوايه يا سيدي على الجمال. رشه بقى زيت كده وندخلها تحت الشوايه. واول ما يتحمر معايا هروح اجيب فحمه كده واطفيها بشويه زيت، واغطيها بقى عشان ريحه الفراخ تبقى بالفحم كده كانها شويناها في الفحم. الفراخ بقى تحت الشوايه، وهنروح نلحق بقى نعمل العصير عشان انا ايه سبت العصير في الاخر يعني. بس الحمد لله يعني لحقنا الموقف يعني، والحمد لله كل حاجه كان يعني ايه تحت السيطره. نعمل بقى عصير جوافه، وهنعمل عصير موز. الجوافه الحمراء دي بصراحه جميله ومسكره وزي العسل.
وادي هنا بقى عصير الموز هنضيف للسكر بقى، وادي العصير بتاعتنا خلصت. هنا بقى كان الجلاش بتاعنا برد خلاص، والكاستر بتاعنا جمد. الكاستر بعد ما يتقل معاكي سيبيه لما يبرد خالص كده، هتمسكي الجلاش بتاعك المثلث اللي احنا عملناه كده، هتفتحيه من النص وتحشيه بالكاستر. شويه بقى جلاش بالكاستر تحفه وحلو كده وشكله شيك وحلو في العزومات. التغيير يعني بدل ما تعملي صواني بقى الجلاش وكده وتعمليه بقى تقطعيه وكده، لا ده حلو كده تمسكي الواحده مثلث كده وشكله جميل بقى. كان حبايبنا جم وبنصب العصير، عصير الجوافه بقى والموز. للاسف يعني الحمد لله على كل شيء. اهم حاجه يعني حبايبنا كانوا مبسوطين بعد ما يعني فرشنا سفرتنا وصورت الفيديو وكل حاجه بقى، والاكل وشكل الاكل في الاخر الفيديو اتمسح يعني ما لقيتهوش الحمد لله. وادي بقى شكل الجلاش بتاعنا، وطلعنا بقى فاكهه وشربنا بقى شاي وقعدنا مع حبايبنا. اهلي جم نوروني، ربنا يكبر بخاطرهم ويفرحهم وربنا يخليهم ليا يا رب. هنا بقى ايه جينا بالليل يعني ايه جوعنا بس مش عايزين نتعشى، لان كان لسه يعني ايه بدري على السحور ومش قادرين نتعشى لان كنا فطرانين يعني. الاكل بسم الله ما شاء الله بالف هنا وشفا، كان طعمه حلو وكان زي العسل والسكر، ومش قادرين يعني بصراحه ناكل. قلنا خلاص اقطع لهم كده جوافه على الموز واعمل لهم كده كوكتيل كده بسيط لحد السحور يعني ما يجي. هنا بقى ايه اخدت كده كام موزه على جوافه ضربتهم كده في الخلاط، هعمل يعني عصير موز على الجوافه، وقطعت في الطواجن دي جوافه على موز. هاجي اضرب العصير كده واكبهم على الفاكهه دي وبالف هنا وشفا. حاجه حلوه وفي نفس الوقت عشاء خفيف. يا رب يكون النهارده يعني اليوم يبقى خفيف لطيف. وادي كده العصير بقى فوق الفاكهه كده، وادي طبق الكوكتيل، ونتعشى كده بالف هنا وشفا. نصبر نفسينا لحد ما يجي وقت السحور، لان وقت السحور يعني كان لسه بدري. احلى طبقين كده كوكتيل بالف هنا وشفا. النهارده حبيت اشارككم يومي البسيط، معلش لو صوتي مكتوم، ماخده دور برد. انتوا عارفين بقى تقلبات الجو اليومين دول، الجو يوم حر ويوم برد، ودلوقتي قلب حر جدا جدا عندنا في اسوان، حر جدا. وبيقولوا كمان يومين هيقلب تاني، مش عارفين الواحد يعني يصيف ولا يشتي. والمشكله ان احنا كمان جبنا هدوم العيد صيف، هنلبسها هنعمل ايه يعني، خلاص اشتريناها. ربنا يعدي الايام على خير ويشفين ويشفي كل مريض يا رب. ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. استنونا الفيديوهات الجايه، فيديوهات حلوه جدا. اسيبكم بقى في فيديو جديد يوم جديد في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.